سلام. اليوم راني ماشيه نخدم معكم الغريبيه محبوبه الجماهير، ما كاش اللي ما كلاش، ونعطيكم لو سكري باش تجيكم مشقه بهذا الشكل وباش تجيكم طريه تذوب في الفم. انا من باب التغيير صبودغيتها بالسكر كلاص بلاصه القرفه، تنجموا تخليو القرفه باش تجيكم كما تاع زمان. والمكون اللي يعطيني طعم مختلف هو زبده اللوتوس اللي تنجموا تعوضوه بلا بات فيغيرو اللي راها متواجده في البلاد. اي سينو دوكاش نهار نخدم معكم زبده اللوتوس منزليه سهله ماهله واقتصاديه. دوك نسي نرفد على حساب النص تاع البو هنا، على حساب هذا النيفو نعبر غير بالملعقه، ولا غوصات كامل نعطيها لكم ثاني غير بالكاس ماشي بالغراماج باش تجيكم سهله. الوغ نصف لابواط هذه جاتني ملعقتين ونصف، مي بون بيكم ما راكم تشوفوا عمرتهم غايه الغايه. والمقادير الاخرى عبرتهم غير بالكاس اللي يرفد 240 مليلتر. الاول تعمروا النص تاع الكاس بالسكر باش لو غوت تاعها يجي معتدل، ما يجيش حلو بزاف بيسكو استعملنا لا بات تاع اللوتوس. نفس الكاس نعبروه عاود للنص بالزيت بيسكو لا بات تاع اللوتوس حتى هي فيها الزيت، دونك نعادلوا المكونات. نزيد معاهم قرصه تاع الملح ونخلط كل شيء غير بلا سباتول بشويه بشويه. سينو تستعملوا الباتور الكتريك حتى اللي ينسجموا هاد المقادير ويعطيوني هاد الخليط المتجانس اللي راه يبان لكم. نمشي نزيد لافارين ونعبر منها كاس واحد مبدئيا. في الاول تبديو بكاس وتغربلوه باش لاباط تجيكم مهويه، وهذا سر باش القوام تاع الكاطو اللي نتحصلوا عليه في التالي يكون خفيف. ونحتاجوا معاه ربع كاس تاع الجلجلان. انا توجور الغريبيه كي يكون فيها الجلجلان تجيني مختلفه وتجي فريمون بنينه على لا روسيت اللي ما نستعملوهش فيها. تنجموا تحطوه حبكم انا ولا تطحنوه حتى مطحون تجيكم بنينه بنينه بزاف بزاف. كما راكم تلاحظوا انا ما استعملتش لافاني بويسكو راه عندي ديجا المنكهات، ولا فارين تقعدوا تزيدوا. انا بالك زدت زوج كيسان ولا زوج كيسان ونص على حسب لافارين اللي استعملتوها وعلى حسب كيفاش تشرب لكم السوائل. مي لاباط في التالي ما لازمش تجيكم يابسه، لازم تخليوها. دوك نوري لكم القوام تاعها. زوج كيسان ونص، هذا هو النص التالي اللي زدتو انا. دونك هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. شوفوا كيفاش راه رطيبه ما تقصحوهاش. نبداو نكوروها اون بول على حسب الحبه تاع الجوز، ما تكبروهاش بزاف، ونستفوهم كامل او فيغ ميزور في بلاطو يكون فيه ورق الزبده. ما تدهنوه ما والو، راه فيها سوفيزامون تاع المواد الدسمه. الكميه اللي تحصلت عليها انا هذه هي. الا كنتو كتر تعرفوا المقادير. ولا سكري باش تشقق لكم وهو انه تقديو عليها الكريل هو الاول 5 دقائق، من بعد عاده تقديو عليها لتحت وتطيبوها 10 دقائق على 180 درجه تتحصلوا على هاد النتيجه اللي نتمنى تعجبكم وتسيوها. وباش تجيكم طريه كي تبرد بلعوا عليها في ان ساشي حتى لو لوندوما وكلوها.